ايفون 11 جاي لنا زي ما انتم شايفين. حالة الجهاز عاملة ازاي؟ الشاشة مرفوعة بسبب انتفاخ البطارية، مع العلم ان البطارية متغيرة و100%، ولكن بطارية كوبي درجة وجودة اقل. زي ما انتم شايفين كده، احنا فكينا الجهاز والبطارية منفوخة لدرجة ان الشاشة ما كانتش متقفلة كويس، والشاشة رفعت من الفريم بتاعها، يعني كانت خلاص على وشك اللي هي تبوظ. طبعا احنا حاولنا ان احنا نلزق الشاشة ونغير البطارية ببطارية أصلية نسبتها 100%، ولكن جودة وكواليتي قريب جدا من كواليتي الأوريجينال. وبنغير البطارية وبنركب فريم الووتر بروف علشان يمنع الجهاز من الأتربة، من سوائل المية. طبعا كلنا عارفين إن تقفيل الفريم الووتر بروف مختلف تماما عن فريم الووتر بروف بتاع ابل الأوريجينال، ده حاجة وده حاجة. ومفيش أي حد هيقدر يقفل الجهاز بفريم ابل الأوريجينال خالص. وكمان كلنا عارفين إن فريم الووتر بروف أفضل بكتير جدا من تقفيل المادة، لأن ده هيبوظ الجهاز وهيخلي لو انت حابب تعمل صيانة بعد كده تاني في الجهاز ممكن يضر الشاشة لو انت قفلت بالمادة. انما فريم الووتر بروف آمن جدا جدا جدا، وانا انصحك بيه. ركبنا الشاشة، وبعد ما هنركب الشاشة هنعمل تيست على الجهاز، وبعد كده هنقفل الجهاز. وتغيير البطارية كمل على خير، والجهاز بقى متقفل بفريم ووتر بروف.